حكايتنا النهاردة عن أنطونيو كوين الشرق، هو الفنان محمود المليجي. تعالوا نشوف الحكاية ايه. اتولد محمود المليجي في حي المغربلين بالضرب الأحمر سنة 1910. درس في مدرسة الخديوية الثانوية، ومن هنا بدأت هوايته بالتمثيل في مسرح المدرسة. وشاءت الظروف إن تتفرج عليه الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي خلال متابعتها لعرض مسرحي نظمته فرقة المدرسة، وأعجبت بأدائه الفني وعرضت عليه العمل مع فرقتها ب4 جنيه في الشهر، ورحب بالفكرة، ومن هنا بدأت شهرته. انتقل المليجي من المسرح للشاشة للسينما، وابتسم له الحظ بالوقوف أمام كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم وداد سنة 1936. وتوالت أعماله الفنية الرائعة على شاشة السينما، وشكل مع الفنان فريد شوقي ثنائي ناجح جدا. وكان فريد شوقي في أغلب الأفلام يلعب دور الطيب، والمليجي دور الشرير، بالرغم إن معروف عنه بطيبة القلب عكس الأفلام تماما. وفي سنوات عمره الأخيرة التقى المخرج العالمي يوسف شاهين اللي اكتشف وجها آخر لمحمود المليجي، فقد راهن عليه في فيلم الأرض سنة 1970، وقدم شخصية الفلاح محمد أبو سويلم ببراعة جديدة. وعمل مع شاهين في أفلام الاختيار والعصفور وعودة الابن الضال حدوتة مصرية. تزوج محمود المليجي من الفنانة علوية جميل في بداية مسيرته الفنية، وأحبها بصدق، وكان حريصا على كسب ودها ورضاها بشكل دائم. وزاد حبه بعد ما تحملته رغم عجزه عن الإنجاب. وتعرف على الفنانة لولا صدقي وفكر في الزواج منها، لكن علوية أجبرته على إنهاء الارتباط. تزوج المليجي سرا من الفنانة درية أحمد، وكانت زميلته في فرقة إسماعيل ياسين، وبعد شهر أجبرته علوية جميل على طلاقها. وفي السبعينيات قرر التمرد على حصار علوية جميل، وتزوج سرا من الفنانة سناء يونس، وعاش معاها فترة طويلة. وبعد رحيله سنة 1983 كشفت سناء يونس السر، وقالت إنها كانت شديدة الوفاء للمليجي. شارك المليجي في مئات الأعمال ما بين سينما ومسرح وتلفزيون، وشارك في بطولة 21 فيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وصنع تاريخا فنيا رائع. توفى الفنان محمود المليجي سنة 1983 أثناء تصوير مشهد في فيلم أيوب مع العالمي عمر الشريف، وجلس مع عمر الشريف، وقبل التصوير طلب فنجان قهوة، ودار بينهم حوار، وقال المليجي لعمر إنه مندهش من النوم فهو موت حقيقي. كيف يموت الإنسان ويصحى في نفس اليوم؟ ثم سقط رأسه على الطاولة. وافتكر عمر الشريف إن الأمر مجرد إرهاق عمل، لكن الصدمة إنها كانت اللحظة الأخيرة للفنان العملاق محمود المليجي. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.